ويلكم تو ايجي. واتساب برو. دي بوم 2023 لبطولة الباركور اللي في مصر. تعالوا نوريكم اليوم مشي ازاي. بعد ما سجلنا دخلت جمعت التيم بتاعي وسخنا ونلعب شوية حركات كده ونصور شوية فيديوهات هتعجبكم قوي وتسيبوا لي رايكم في الكومنتات. زميلي النجم، زميلي البطل، اخواتي في روما النظر مزار، بخش ازيع قول يا خطار، احنا نازلين عليكم كده زي المطار، ايديكم مشينا بس. بعدها الشباب قالوا يلعبوا شويه باركور كده، وزي ما انتم شايفين المكان زحمه جدا، وجه ميعاد صلاه الجمعه واتحركنا كلنا على المسجد. خلصنا صلاه ورجعنا على الايفنت، بس حماده يبوظ لي الفيديو. ده ايفنت باور اوف موشن، هيبداوا بالسبيد ران وبعد كده الفري ستايل اللي هو انا وكريم وناس كتير جدا كده. هتعجبكم ان شاء الله، يوم يبقى جامد تتبسطوا معانا. وزي ما انتم سمعتوا كده كان معانا كابتن ايمن جادج وكابتن علي زمراوي ومنظم الايفنت بكر، وابتدت بطوله السبيد ران للادفانس وهم الكبار، وكان في منافسين جدا ومستويات غبيه بسم الله ما شاء الله عليهم. وكنزي كان جاي من الصين عشان يشارك معانا في البطوله دي، ومعانا الشباب بتاعتنا. عبد الرحمن كان مستواه حلو جدا، وبعدها معانا احمد ايهاب ما شاء الله عليه كان سريع معانا، انضم للتيم قريب. ومعانا عمر طارق طبعا ما ننساهوش. وخلصنا من ادفانس الشباب، دخلنا على ادفانس البنات. خلصنا من السبيد رن ندخل على الفري ستايل يا باشا ونسمع القوانين كده. وكنت براجع على الحركه اللي كنت هلعبها في البطوله، كانت مرعبه يا جدعان بطريقه غبيه جدا. بما انه كان في مستويات خطيره، جيت دور على ايمو ولعب بطريقه حلوه، واحمد دخل مع تماتش اي حد، ومبسوط وفخور بيه بالمستوى اللي انا وصلته ليه. وبعدها دخلت انا على الحركه بتاعتي، ويا جدعان مش متخيلين الرعب اللي انا كنت فيه، وكنت مبسوط جدا ان انا جبتها. الحمد لله الحركه اللي كنت مرعوب منها، الحمد لله الحمد لله اخيرا. والله العظيم كنت مرعوب بطريقه غبيه، بس ربنا نصرني خلاني اجيب الحركه. بعد ما ريحنا وكلنا وخلصنا، دخل الدور على الكيدزو اللي دخل فيها حمزه الصغير بمستوى خرافي، حط على كل اللي موجودين. رغم ان هو ما كسبش في البطوله، بس انا متاكد من مستواه وان هو هيوصل احسن من كده، وان شاء الله السنه الجايه مركز اول بلا منافس. واسمع تشجيعكم في الكومنتات لحمزه، وهو مستواه بيتطور، واستنوا منه فيديوهات كتيره جايه كده، وانا بوريكم مستواه بيتطور واحده بواحده. واد يا حمزه جامد يا حلو قوي قوي قوي، بس انت فكرت شويه، بس هو حلو قوي قوي قوي. عاش قوي يلا، عاش قوي عاش قوي جامد جامد. هو ده قال لك نهدى كده وناخد نفسنا ويدونا شويه شو كده بريك دانس، وبعدها ندخل على سبيد رن البنات، وكانت اللي شاركت فيه اول مره حنان. بص، هو انت المفروض دلوقتي ان انت عايز تجيبها فيه وهو بيجري صح؟ يب. وهو بيجري يا جدعان، فانت خلي بالك من وشك. يلا يلا 1 2 3. هو خايف. هو ضحك عليا. دوري بقى دوري، عايز ينشم فيك. استنوا الفيديو الجاي هوريكم عملت ايه في الشباب في الايفنت وخليتهم يصوتوا ازاي. ندخل على تصفيات السبيد رن للادفانس البنات، وبسم الله ما شاء الله نازلي كانت سريعه جدا زي ما انتم شايفين كده. بعدها دخلنا على تصفيات الفري ستايل، واللي هي بدا فيها ايم وكان فيها ضرب نار غبي، وبعدها احمد ما اعتمدش حد للمره الثانيه. معلش يا جدعان ما صورتش باقي الشباب، وهحط لكم ميوزك على الفاينلز. الله بيشهد مين احنا رجاله، ده من طرطش لك بنضرب حرب الليله ما بنغلب، بدك شبال وعادي بنهدلك، مرحب فيك في ولاد القدس من دفتر حالنا نحل اللوكس، رنيت على نفحه وكل بخش وقت شفنا وياما وكله بصف، ولا مره نخاف ولا مره ونص بالدف. اول واخويا ثالث، وانا باذن الله المره الجايه ان شاء الله باذن الله باذن الله.